أنا عمري ما كنت أنوي أحكي القصة دي، بس اللي حصل لصاحبتي أكبر من إني أسكت عنه. القصة دي مش خيال ولا قصة سمعتها من حد، دي تجربة حصلت لشخص قريب مني جداً، واحدة صاحبتي، عشرة عمر. اسمها الحقيقي مش هقوله، خلينا نسميها مريم. مريم كانت بنت طبيعية، بتضحك، بتهزر، مش من الناس اللي بتخاف بسهولة، ولا عمرها كانت بتصدق في الحاجات اللي ملهاش تفسير. كانت دايماً تقول مفيش حاجة اسمها كده، إحنا بس بنخوف نفسنا. الكلام ده اتغير بعد اللي شافته في الشقة دي. الشقة، مريم نقلت شغلها فترة لإسكندرية، وقالت لي إنها لقيت شقة مفروشة إيجار شهرين في منطقة هادية، مش شعبية بس قديمة. من أول مرة دخلت الشقة قالت لي في إحساس غريب مش عارفة أشرحه. الشقة كانت واسعة، السقف عالي، الحوائط لونها باهت، وفيها صمت تقيل، صمت يخوف. حتى وهي فاتحة التلفزيون كانت تحس إن الصوت مكتوم. أول كام يوم عدوا عادي، بس في حاجات صغيرة بدأت تحصل. باب المطبخ يفتح لوحده، نور الحمام يطفي فجأة، صوت حاجة بتقع في الصالة من غير سبب. مريم كانت بتبرر البيت قديم طبيعي، بس الإحساس كان بيزيد. أول مرة سمعت الخبط كانت الساعة 3 الفجر، خبط خفيف متكرر، كأنه حد بيخبط بإيده على الباب ومستني. مريم قامت من النوم، قلبها بيدق، قربت من الباب وسألت مين؟ مفيش رد. الخبط وقف. بعد دقيقة رجع. كلمتني وأنا نايمة، صوتها كان بيترعش. فضلت أكلمها لحد ما الخبط اختفى. قلت لها أكيد جار، بس اللي حصل بعدها ما كانش جار. الأصوات اللي جوه الشقة، بدأت تسمع أصوات من جوه الشقة مش من بره، زي خطوات بتمشي في الصالة، صوت نفس قريب من ودنها، صوت كأن حد بيقلب في حاجتها. كانت بتقفل أوضتها بالمفتاح وتنام بالنور مفتوح. الغريب كانت كل ما تفتح الباب وتخرج الصالة فاضية. الليلة اللي شافت فيها الحاجة، في ليلة صحيت على إحساس إن في حد واقف عند سريرها. فتحت عينيها وشافت ظل طويل واقف في ركن الأوضة. الظل ما كانش بيتحرك بس كان موجود. قلبها كان هيقف. غمضت عينيها وعدت لحد 10، فتحتهم تاني، الظل اختفى. بس ريحة غريبة كانت مالية الأوضة، ريحة تراب وتقفيل. المراية، بعدها بكام يوم دخلت الحمام، بصت في المراية، وشها كان شاحب وتحت عينيها اسود. بس اللي خلاها تصرخ إن في وش تاني كان واقف وراها في المراية. وش مش واضح، ملامحه مش كاملة، بس عينيه سودة وبيضحك. لفت بسرعة، مفيش حد. رجعت تبص، المراية فاضية. من اللحظة دي مريم بقت تقفل المرايات بملابس. الصوت باسمها، في ليلة تانية وهي نايمة سمعت صوت حد بينادي اسمها مريم. الصوت كان واطي قريب وكأنه طالع من جوه الأوضة. ردت مين؟ الصوت رد افتحي. غطت ودانها بس الصوت فضل. آخر ليلة في الشقة قررت تمشي. وهي بتلم شنطها الخبط رجع، بس المرة دي على باب أوضتها. خبط قوي سريع غاضب، وفجأة مقبض الباب بدأ يتحرك. صرخت، جريت على الحمام،
قفلت على نفسها. سمعت صوت ضحك طويل بارد، وبعدين صوت خطوات بتبعد. بعد ما مشيت مريم رجعت القاهرة، بس الرعب ما سابهاش. كانت تصحى من النوم تصرخ: هو هنا! تحس حد واقف عند باب الأوضة، وتقسم لي إن نفس الإحساس اللي كان في الشقة لسه معاها. الصدمة الأخيرة. بعد شهور طويلة كلمت صاحب الشقة، سألته: هو في حاجة حصلت هناك قبل كده؟ سكت شوية وبعدين قال: الشقة دي مش أول واحدة تمشي منها فجأة. وسكت. لحد دلوقتي مريم ما بتنامش والنور مطفي، وما بتفتحش بابها بعد الساعة 3. وأنا من ساعتها لما تيجي الساعة 3 لو سمعت خبط ما بقربش من الباب، لأني عرفت الحقيقة. في حاجات لما تدخل حياتك مرة ما بتمشيش أبداً. النهاية الصادمة. بعد شهور طويلة مريم حاولت ترجع لحياتها الطبيعية. كانت بتضحك، بتخرج، بس في حاجة جواها كانت مكسورة. في ليلة الساعة كانت قربت على 3 الفجر، صحيت مفزوعة مش عارفة هي. قلبها كان بيدق بسرعة وكأن في حد صحيها بالعافية. قامت تشرب مية، وهي ماشية في الصالة وقفت فجأة. باب الشقة كان مفتوح، وهي متأكدة 1,000,000% إنها كانت قافلاه بالمفتاح قبل ما تنام. قربت على الباب خطوة خطوة، وصوت نفسها عالي، وبصت بره. ما كانش في حد. قفلت الباب بسرعة وسندت ظهرها عليه، وقالت لنفسها: مجرد نسيان، أكيد نسيان. لفت تبص وراها واتجمدت. لقيت أثر خطوات على أرضية الصالة، خطوات طين رايحة ناحية أوضتها. مش داخلة من الشقة، لأ، طالعة من أوضتها نفسها. ساعتها افتكرت ريحة التراب، وافتكرت المقابر، وافتكرت الشقة. دخلت أوضتها ببطء وقلبها كان هيقف. السرير كان متبعتر والمراية كانت مفتوحة. قربت تبص فيها وشافت نفسها، بس مش لوحدها. كان واقف وراها نفس الظل، نفس العيون السودة، ونفس الابتسامة. بس المرة دي ما اختفاش. سمعته بيهمس في ودنها بصوت واطي تقيل: انتي فاكرة انك مشيتي؟ صرخت. جيرانهم فتحوا عليها، لقوها واقفة قدام المراية بتصرخ وبتشاور على حاجة هم مش شايفينها. ومن الليلة دي مريم اتحجزت في مصحة نفسية. والأغرب إن كل ليلة الساعة 3 بالظبط تقوم من النوم، تقف قدام الحيطة وتفضل تبص وتضحك وتقول جملة واحدة بس: هو واقف وراكم بس انتوا مش شايفينه. ومن ساعتها وأنا لما الساعة تيجي 3 لو سمعت خبط ما بقربش من الباب، لأني عرفت الحقيقة. في حاجات لما تدخل حياتك مرة ما بتمشيش أبداً.